من غير منفعة ولا خل ولا زبادي ومن غير اي اضافات خالص. هنشتغل في حليب الشتاء ان شاء الله، هنعمل شغل حلو قوي. ومعانا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حوالي 12 كيلو حليب. انت النهارده ان شاء الله هنشتغل في 12 كيلو ونص حليب. هقولك على شغل حلو قوي هتعمليه ان شاء الله وتستفادي منه وتطلعي نتيجة حلوة قوي 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 زي ما انت شايفة كده. وما شاء الله الفيديو كله معلومات هتستفادي منه باذن الله. ولو ما عندكيش حصيرة هقولك ايه هو بديل الحصيرة، وهقولك كمان ازاي ما تستخدميش المنفعة علشان تطلعي قشطة وجبنة بنفس الشكل. علشان طبعا لو عملنا المنفعة دي بتطلع لي الجبنة ناشفة جدا، اللي هي بتكون سبب ان الجبنه بتاعتي تنشف في المش القديم قوي. تمام كده، تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على آلك واصحابك اجمعين. عندنا دول الاول اللي هنفضيهم في الحله الاولانيه، دول 6 كيلو حليب. تمام، الجيركن بيشيل معانا 5 كيلو حليب زي العاده، ومعانا كيلو تاني انصاص. تمام كده. النهارده هنشتغل شغل بس الحليب جاي دافي. طيب انا الحليب جاي دافي هفضيه في الحلب في العلب او في الحلل بتاعتي واشتغل بنفس الشكل. يعني انا زي الكون يا دوبي حلباه من الجاموسه دلوقتي. طيب لو انا بقى جاي للحليب متلج او ساقع شويه، بحطه على عين البوتاجاز حوالي من 3 دقائق ل5 دقائق يدفى زي دمعه العين بس، وانزله تاني واشتغل نفس الشغل. تمام كده. طيب لو عندي حليب مجمد في الفريزر بطلعه في الحله وبشطه في الاكياس بتاعته وبحطه باكياسه في الحله يفك معايا يوم واتنين لغايه ما يفك خالص من غير نار. وبعد كده بشتغل بنفس الشغل، ادفيه على عين البوتاجاز زي دمعه العين بس بعد ما يفك من التلج اللي فيه خالص ويبقى سوائل او يعني الحليب سايل خالص كده ما فيهوش تلج، ادفيه زي دمعه العين على البوتاجاز واشتغل نفس الشغل برضو اللي احنا هنشتغل فيه. تعالوا بقى هنا كده، فضيت ال6 كيلو حليب بتوعي وهغطيهم على جنب علشان يفضل بدفاهم لغايه ما افضي بقيه الحليب التاني. غطيت حلتي وهفرش لها بطانيه حلوه قوي او دفايه او بطانيه عندي قديمه ما بستخدمهاش. لازم ادفي الحليب في الشتاء زي الطفل الصغير بالظبط. ما ينفعش يبقى عندي طفل صغير بيرضع وانيمه من غير دفا. احنا هنا بندفي الحليب علشان يطلع لنا انتاج كويس. ودي الصفه الوحيده اللي كل القنوات خدتها مننا الشتاء اللي فاتت وعملتها، وما شاء الله الفيديوهات كلها نجحت والدنيا تمام. ربنا يرزق الجميع يا رب من واسع فضله ويجعلنا سبب لرزق الناس كلها. وناس كتيره اخدته برضه وعملته مشروع في البيت وما شاء الله اللهم بارك بتنتج منه وتاكل عيله وما شاء الله اللهم بارك. برضه ربنا يرزق الجميع من واسع فضله. غطيت الحله الاولى والحليب هروح اجيب الحليب التاني واجي علشان ده من مكان وده من مكان وهنشوف نفس النتيجه. ده حليب تاني خالص، دول الحليب اللي جنبنا متغطي زي ما هو، ودي حله تانية هحط فيه بقيه ال6 كيلو ونص التانيين. عندي كيس فيه كيلو حليب والكيس الصغير ده فيه نص كيلو، والجيركن طبعا احنا لسه وزنينه مع بعضينا واحد زيه تمام كده بالظبط 5 كيلو حليب. الحله بتاعتي لو انا الحليب عندي ساقع سنه بدفي الحله زي دمعه العين. انا طبعا عندي الميزه في الحلل هنا ان انا مستخدماها على طول للحليب وما بستخدمهاش للطبيخ ولا اي حاجه، فعلشان كده بتخلي الحليب ياخد معايا جبنه على طول وقشطه وبيبقى تمام. عايزاكي تخصصي حلل للحليب سواء صيف سواء شتاء، تستخدميها في الصيف او في الشتاء. تمام كده، وتركنيها للحليب بس. دي فيها ميزه حلوه قوي بتخلي الجبنه عندك والقشطه فوق الممتاز، يعني فوق الممتاز احلى من شغل الفلاحين اللي هو احنا. تمام. ده بيظبط معانا لان احنا مخصصين علب او حلل للحليب ملهاش دعوه بالطبيخ خالص وملهاش دعوه باي حاجه تانية ابدا. علشان كده جبنه الفلاحين بتلاقيها ممتازه ومن غير برضو منفعه. المنفعه بتخلي لي الجبنه ناشفه وما بتطلعليش قشطه. احنا عايزين نطلع جبنه وقشطه ونعمل زبده بلدي ونعمل مش فلاحي ابيض. هجيب لكم في الفيديو هوريه لكم ان شاء الله. هنا بقى غطيت الحليب بتاعي حلو قوي الاتنين جنب بعضيهم دافيين بدفيان دمعه العين، وهنسيبهم حوالي 20 ساعه. من 20 ساعه ل 24 ساعه هطل عليهم، يعني يكملوا ال20 ساعه وابدا اطل عليهم. تمام كده. يعني انا لو حطيتهم من المغرب تاني يوم العصر بطل عليهم، ومن العصر لغايه المغرب بيكونوا باذن الله الدنيا تمام معايا. غطيتهم كويس وجبت لهم غطا تقيل والدنيا تمام وركنتهم على جنب حوالي قعدوا معايا 21 ساعه ومن 22 ل 23 ساعه. تمام. الدفيان اللي انا مغطيه لهم حاولي تغطي حلو قوي فوق وتحت. لو احتجتي الحاجه اللي انت مغطيها بها بدليها، بس بدليها بحاجه اتقل من ما انت هتاخديها. تمام كده. تمام. الحليب عندنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جميل، واهم حاجه الجبنه تكون موجوده تحت. في ناس بتشوف القشطه تحت بتكمل على الشغل ده، لا لازم يكون في جبنه تحت. واول ما الحليب ياخد معايا بنفس الشكل اللي انتوا شفتوه على الرخامه ده اجيبه التلاجة على طول.
ده شغل بيخلي لي القشطة عندي جميلة وبتعمل لي زبدة جميلة. والوقت ده بقعده في التلاجة عندك من 10 ساعات ل24 ساعة في التلاجة. ولو قعد يوم واتنين وتلاتة في التلاجة بنفس الشكل مش هيجراله اي حاجة خالص، بس المهم يكون متغطي. عندنا القشطة تبارك الرحمن، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حاجة فوق الوصف. تعالي نكمل شغلنا هنا بقى بعد ما طلعناه من التلاجة، بعد ما قعد يوم كامل في التلاجة. وده لو انت عايزة تشتغلي بعد المرة الأولانية قبل ما نحطه في التلاجة مفيش مشاكل، اشتغلي، بس القشطة هتاخد معاكي وقت شوية في الخض. هنا ما شاء الله اللهم بارك، الوش ممتاز والجبنة فوق الممتاز. وتعالي نكمل الشغل بتاعنا. جبنا الميزانة بتاعتنا وصفرناها على الصينية أو الطبق اللي احنا هنقشط فيه القشطة علشان خاطر نخضها. الناس اللي بتقول لي بحط القشطة في الفريزر وباجي بعد فترة أخدها بتغلبني، انت أول ما تاخدي القشطة خديها على طول وحطيها زبدة في التلاجة زي ما هتشوفينا في آخر الفيديو. بنعملها بنفس الشكل حتى لو كمية قليلة. لو كمية قليلة بضربها في الخلاط، لو ما أخدتش معايا على طول وعوقت معايا في الخلاط بحط لها كوباية من بتاعة الشاي دي بس مية دافية في الخلاط عليها، وبضربها مرتين تلاتة وما شاء الله اللهم بارك بتلاقيها اخدت. بس مساعد بفضيها على ميه ساقعه، يعني فضيها واشيل الزبده بتاعتي على ميه ساقعه على طول واسيبها حوالي دقيقتين تلاتة لوحديها كده، وارجع بعد كده اكورها واشيلها في كيس واحطها في الفريزر. تمام كده، بسم الله اللهم بارك. اخدنا اول حله معانا وخدنا القشطه بتاعتها وما شاء الله دخلت في كيلو. طبعا احنا مصفرين الميزان على الصينيه لان الصينيه دي عندي تقيله جدا، يعني مصفرين عليها، يعني الصينيه الواحده هتيجي كيلو. هبدا اخد بقى كل القشطه بتاعتي بتاع الحله التانية، وما شاء الله اللهم بارك الحله التانية قشطتها قشطتين. الحليب ما شاء الله اللهم بارك حلو قوي زي العسل. ازاي اعرف الحليب بتاعي تمام؟ بحط المغرفه بتاعتي في الحليب اول ما بفضيه ومطلعتها ومتغطيه باللون الابيض اللي هو لون الحليب، يبقى كده تمام. رقت على طول معايا ولون المعلقه بتاعتي بان كده، يبقى الحليب ممكن الله اعلم برضو ربنا يحاسبنا ممكن يكون منضاف، او لبن حليب بتاع الجاموسه نفسه. حليب الجاموسه نفسه خفيف. خفيف ازاي؟ الجاموسه ما بتاكلش معانا علف كتير، لان الجاموسه لما بنوكلها علف كتير ده بيجي مستو في القشطه، ماشي، بيجي مستو في القشطه. لما بضيف ميه على الحليب بيبوظ لي الجبنه، القشطه بتفضل زي ما هي بس الجبنه بتبوظ. هنا بقى فيه شويه شرش شويه لان يعتبر غطيناها غطا زياده قوي، بس مفيش مشاكل. الجبنه عندنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جميله، والقشطه برضو ممتازه الله اكبر. تعالي نكمل. وده طبعا حليب من مكان وده حليب من مكان، فكل واحد ربنا يعني ربنا يهدينا كلنا، ربنا يصلح الحال للجميع. جبت صينيه وحطيت عليها الشبكه بتاعتي وعليها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الحصيره. في الوقت ده لو انا ما عنديش حصيره بجيب مصفى وقماشه نضيفه تكون تبع الجبنه واللبن عندي، ملهاش خالص دعوه باي حاجه تانية، ولا زيوت شعر ولا ريح ولا كريم ولا اي حاجه من الحاجات دي، علشان الجبنه بتاعتي ما تلقطش وتبقى مش حلوه. بحط المصفى على طبق ولا على صينيه وبحط فيها حته القماشه وافضي الجبنه بنفس الشكل، بس الفرق بينهم بتكون دي شكلها جبنه حصيره، اما دي جبنه عاديه خالص زي جبنه المحلات اللي هي بنشتريها قطع من المحلات دي، بس هو ده الفرق. والتخزين في الاخر اقول لك برضه تخزنيها ازاي. بحط بنفس الشكل، والعصايه بتاعتي لازم الايد بتاعتها تكون مربوطه كويس علشان لما اعلقها ما تفلتش مني وتتبهدل. في الوقت ده بحط الجبنه بتاعتي وبسيبها حوالي 10 ساعات ل 12 ساعه في الشتاء. في الصيف بسيبها 8 ساعات بس كفايه عليها، وبقطعها على طول علشان جو الصيف بيخلي الجبنه معايا تنشف على طول، ولو نشفت في الحصيره قوي بيبقى طعمها مش حلو. وفي الوقت نفسه ما بقدرش اشيل الحصيره بتاعتي الا لما تنشف خالص مكانها على الصينيه كده. شايفه الجبنه بتاعتي بقلبها قلبتين وبعدلها كويس، ولو لقيتها لسه طريه بسيبها في الحصيره واديرها الناحيه التانية بنفس الشكل واغطي عليها كويس واسيبها حوالي نص ساعه، وبعد كده ببدا اجيبها في نص الحصيره نفس الشكل كده، بس لما بلاقيها اتصفت خالص من ميه الشرش اللي موجوده فيها. كنا عاملين فيديوهات قبل كده ومستخدمين ميه الشرش دي اللي هي نزلت من الجبنه دي دلوقتي، ميه الجبنه تمام. بتدفي الحليب زي دمعة العين وتحطي فيه كوباية من مية الجبنة دي، وما شاء الله اللهم بارك 20 ساعة وبتكون أخدت معاكي جبنة ممتازة. للناس اللي هي كانت بتقولي ده الحليب بيقعد معانا 3 أيام لعبال ما يعمل جبنة وريحته بتبقى مش حلوة والقشطة بتاعته بتصفر والكلام ده كله، فبنسرع عملية تخميره بشوية مية من بتاعة الجبنة دي، يعني حاجة منها فيها وبتطلع لي نتيجة حلوة وما شاء الله بتبقى جميلة. بخلي بالي من الحصير بتاعتي واظبطها زي ما انتم شايفين كده، واقلبها قلبتين لو انا لاقيه الجبنه بتاعتي ممتازه زي ما هي معانا في الحلل، ما بتاخدش وقت معايا كتير. لو لقيت الجبنه طريه في الشتاء هتدفي لتر ميه اغليه وحطيه في الحله وغطي عليها حوالي نص ساعه، وبعد كده حطيها في الحصيره، ماشي.
عدلناهم وسيبناهم على جنب، وجينا هنا بقى نخض القشطه بتاعتنا لغايه ما هم يتعدلوا. عايزه تخضي بايدك، عايزه تخضي بمضرب السلك، عايزه تخضي بالخلاط، عايزه تخضي بالكبه، عاملين كل الفيديوهات دي على الصفحه لو حبيتوها برضو. وبكمل بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببدا احط ايديا، بس طبعا بكون غسلها كويس، وطبعا مفيش صابون بريحه خالص ولا شامبوهات ولا اي حاجه من الحاجات دي بغسل بها ايدي. بغسل بشويه صابون من بتاع المواعين العادي خالص علشان ما يكونش فيه ريحه وتلقط في الزبده بتاعتي، لان زي ما قلنا قبل كده ان القشطه بتاعتنا والحليب بيلقط اي ريحه في الايد او اي ريحه في المعون اللي انا هحط فيه القشطه او الجبنه. تمام. وبضرب بايدي نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه ما بلاقي الزبده بتاعتي خرزت. طيب انا الزبده بتاعتي خرزت وبتمرر عندي يا ام يوسف، او بشتري زبده وبتمرر عندي. بص حبايب قلبي، لو انا هشتري زبده اغسلها كويس قبل ما اخزنها عندي. يعني انا ما اضمنش مثلا ام يوسف دي غسلها بعد ما خضتها ولا لا. احنا فيه مننا ناس بتغسلها علشان كميه الحمض اللي فيها اللي بتفضل فيها، وهوريها لكم دلوقتي، هي دي اللي بتخلي الزبده عندي تمرر فيما بعد، يعني لما بتقعد فتره. ده السبب اللي بيخليها تمرر. لو غسلتها بدات ما شاء الله اللهم بارك تخرز معانا وتبقى حلوه قوي. لو غسلتها قبل ما اخزنها، لو قعدت معايا سنه كامله في الفريزر، عمرها باذن الله وبمشيئه الله ما هتمرر معاكي ابدا. وطريقه التخزين بتاعتها، لو انا هخزنها زبده من غير ما اسيحها، بحط كل رطل زبده او كل كوره زبده في كيس، وبربط الكيس كويس، واجمع بقيه الاكياس كلها اللي انا ربطتها واحطها في شنطه كبيره واربطها علشان احطها في الفريزر، بحيث ان انا ما تشمش اي ريحه من الفريزر، سواء بقى سمك، كبده، لحمه، فراخ، بط، زفاره، بتاع كل الحاجات دي الزبده بتلقط منها على طول. تمام. هكمل بنفس الشكل ده كده. بسم الله اللهم بارك اللهم بارك. حاجه حلوه قوي وتستاهل منكم لايك طبعا للفيديو لو عجبكم، وشير ليه، وطبعا اشتراك للقناه لو عجبكم. هكمل بنفس الشكل ده كده، وفي الوقت ده بلاقي الزبده بتاعتي بدات تخرز حلو وبدات تنشل معايا من الحامض بتاعها. ببدا اجيب كوبايه ميه من ميه الجبنه، او كوبايه ميه ساقعه ليه يا ام يوسف علشان تخلي لي القشطه بتاعتي نظيفه وفي الوقت نفسي لونها اخضر. تمام. اهي شكلت معايا وبقت حلوه بسم الله اللهم بارك وحلوه قوي. وحاولي تستخدمي ايدك اوفر من الخلاط، لان الخلاط ممكن يتعب معاكي من كتر الخض فيه، او الكبه. نفس الشكل اخدت كوبايتين او 3 من ميه الجبنه وحطيتهم عليها، تخليها لي بقى زبده بلدي اصلي من بتاعه الفلاحين اللي هم ام يوسف والجماعه بتوعها دول. تمام. وكده تبقى عندنا احلى زبده بلدي فلاحي مضمونه 100 من غير ما اكون مغشوشه فيها. وهعمل الجبنه بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك بنتيجه ممتازه وحلوه قوي. وكمان هخزنها في الفريزر، ولو انا عايزه اخزنها في التلاجة من تحت هقولك، ولو انا عايزه اعملها مش فلاحي وجبنه هقولك برضو. والزبده بتاعتنا اللهم بارك اللهم بارك حاجه كده فوق الوصف. صلوا بينا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على اليك واصحابك اجمعين. بنفس الشكل هبدا ان انا اجيب شويه ميه ساقعين ساقعين قوي 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 قوي، حطاهم بقالهم يومين في التلاجة علشان يبقوا ساقعين قوي قوي عن ساعه التلاجة الحنفيه العاديه. وبحطها مخصوص للجبنه والزبده، ولازم تكون ازازه الميه بتاعتي نظيفه علشان ما تجيبش زفاره للسمنه. وبنفس الشكل باخد كل الزبده بتاعتي من الصينيه وبنشيلها كلها من الحامض. هو ده الحامض اللي احنا هنعمل منه المش الفلاحي الابيض مش المش القديم. تمام. هاخد كل الزبده زي ما انتم شايفين كده وهحطها في الطبق اللي عندي اللي هو فيه ميه ساقعه، وهغسلها كويس بايدي مره واتنين وتلاته، واغير عليها الميه مره واتنين وتلاته، بس بعد ما ياخد كل الزبده اللي موجوده عندنا، لان الزبده غاليه ودي زبده فلاحي اصلي. بنفس الشكل هاخد كل الزبده بتاعتي بالمصفى نظيفه برضو وتكون حاجتي نظيفه، وبعد كده هحطها كلها في الطبق. وتعالوا بقى نغسلها غسله حلوه قبل ما نوزنها. الحامض بتاعنا ده بقى ممكن نعمله زي ما هنعمله في الفيديو دلوقتي، وناكله زي الجبنه بتاعت المحلات الدلع الحلوه، وممكن نعمله نغليه ونزود بيه المش الفلاحي اللي هي الجبنه القديمه، وممكن نعمل به معجنات زي الرقاق والكماج والقرص الفلاحي والبكاكين وكل الحاجات دي. تمام. ما شاء الله زبده فوق الممتاز، الله اكبر. هشكلها باي شكل انت عايزاها، بس بعد ما تغسليها كويس في الميه بتاعتها. والميه البيضه اللي نزلت في الميه اللي عندنا دي هو ده الحامض اللي بيخليها تمرر. هنصفر الميزان بتاعتنا على الصينيه زي ما انت شايفه، وهبدا اصفي الزبده بتاعتي كويس واعصرها كويس من الميه، وابدا اوزن لو انا هبيع. تمام. خلوا بالكم من الكيلو والميزان لو انت تاجره وبتبيعي، محدش بيتحاسب عن حد، احنا اللي بنتحاسب عن نفسنا بس. يوم يفر المرء من اخيه، كل واحد مننا بيتحاسب عن اللي عمله في الدنيا. خلي بالك انت بتجيبي لينا احنا ناكل وانت اللي هتتحاسبي، فخلي بالك من الحته دي.
على قد رزقك اللي بعتهولك ربنا قولي الحمد لله، وما تغشيش في اي حاجه خالص علشان تضمني اخرتك احلى من الدنيا اللي احنا فيها. وبعصر الزبده بتاعتي كويس وبحطها على الميزان وبوزن وبزود زياده. طبعا احنا غلطنا لما شلنا الصينيه، بس ما فيش مشاكل يا ست، اعتبريهم 800 جرام بلاش 900 جرام علشان الصينيه. تمام. طيب 800 جرام دول يعني كيلو الا ربع. بسم الله اللهم بارك. كيلو الا ربع، الكيلو في الايام اللي احنا فيها دي ب 300 جنيه، يعني كيلو الا ربع اعتبريه ب 250 جنيه. اللهم بارك. الحليب عندنا في الاساس ب 30 جنيه، يعني 10 كيلو ب 300 جنيه، و2 كيلو ونص ب 30 و30 60 و15 60 75، وعندنا 300 يبقى 375. هنشوف النتيجة برضو عندنا هتطلع الاخر الخير اللي احنا جبنا بيه ولا لا. الزبدة عندنا زي ما قلنا ب 250، وبسم الله اللهم بارك باقي 125 بس على بقية الحساب. الجبنة بتاعتي لما بعلقها بنفس الشكل بعد ما خضيت الزبدة بتاعتي وزنتها وعدلتها وديتها التلاجة، لقيت الجبنة بتاعتي بنفس الشكل. اللهم بارك، يعني تمام وتمام التمام. هاخدها واسمي الله عليها كده واعلقها. اعلقها معلقش الحصرتين على بعضيهم، لو علقت الحصرتين على بعضيهم هيتبططوا، وحتة الجبنة ما تعجبش امهاتنا الحلوين حبايب قلبنا. امهاتنا بيحبوا الحاجة مظبوطة، واحنا لازم نعملها مظبوطة زي ما هم علمونا. ربنا يبارك لنا فيهم ويجعله في ميزان حسناتهم كل اللي احنا بنقدمه. بنفس الشكل حطة الجبنة بتاعتي بتبقى بنفس الشكل ومظبوطة وحلوة زي ما انتوا شايفينها كده. زي ما بتحبي الحاجة مظبوطة اعمليها مظبوطة. هنرجع تاني للحامض بتاعنا اللي احنا قلنا عليه هيتعمل بيه كام حاجة. ممكن تغليه وتحطيه في الفريزر، ممكن تغليه وتحطيه في المش الفلاحي وتحطي عليه ملح وشطة وتغليه كويس قوي عشان يتبخر منه كمية المية وتزودي بيه المش الفلاحي، وممكن تعجني بيه اي معجنات. والحاجة التالتة اللي هي هنعملها الوقت دي حتة قماش انا مخيطاها زي ما انتوا شايفين كده ومجهزاها للجبنة اللي عندي والمش. اعمل فيها المش الابيض، ده اسمه مش ابيض مش مش فلاحي، وبخيطها من الثلاث جوانب بنفس الشكل وادككها زي البنطلون بتاع الطفل الصغير كده. وبحط هنا في الحامض بتاعي معلقتين ملح على قد ما انا الحقيقه اللي انا بحبه، سواء عايزاها دلعه سواء عايزاها حقيقه انت وحريتك. وطبعا بيكون فيها قطع من الزبده بسم الله اللهم بارك بيكون طعمها ممتاز. وبحطها في القماشه بنفس الشكل، والقماشه دي من القطن او من البفتة، وبربطها بنفس الشكل وتكون نظيفة برضو ومش مغسولة بأي ريح علشان ما يجيش ريحة خالص للحليب عندي. وبعلقها بنفس الشكل كده مدة ما تتعلق الحصيرة، مدة ما تتعلق القماشة دي، لغاية ما تصفي عندي بقية الحاجة اللي موجودة فيها. وأجي تاني يوم الصبح نشوف الجبنة بتاعتنا والمش الفلاحي والزبدة بتاعتنا نوديها التلاجة. اما بقى الشرش الابيض ده، الشرش الابيض ده برضو بنعمل بو كام حاجه. نغليه ونحط عليه ملح وشطه وفلفل شطيطه، نغليه كويس ونزود بو المش، او نعجن بو برضو معجنات، او نغليه ونسيبه لما يبرد علشان نخزن فيه الجبنه بتاعتنا. تمام. هنغليه ونبرده ونحطه في علبه، وبعد كده نحط فيه ملح ونحطه في التلاجة ونخزن فيه الجبنه اللي احنا هنقطعها في اخر الفيديو، بس بعد ما تقعد يومين في الطبق. هنا نمنا وقمنا الصبح بعد 12 ساعة من تعليق الجبنة، وبسم الله اللهم بارك. عندي طالما نشفتها كويس على الصينية الاقي الحصيرة عندي نظيفة وحلوة قوي. تمام كده الدنيا 10/10 اللهم بارك. طبعا كل اللي نزل تحتيهم لازم يتمسح وهو لسه اخضر قبل ما ينشف عشان ما يغلبكيش. تمام كده. واي مكان تعلقي فيه علقي فيه، المهم ان طبعا ما يكونش تحتيه فرش مهم علشان بينقط شرش ولا يبوظ لك الحاجة. مكان يكون فاضي وعلقي فيه، واول ما تشيلي الحصيره وتقطعيها امسحي على طول المكان مكانهم. والحصيره اول ما تقطعي منها الجبنه بسم الله تبارك الرحمن تغسليها على طول وتحطيها في الشمس، تقعد 3 ساعات في الشمس، وبعد كده تجيبيها قبل الندى ما ينزل عليها علشان الثمر بتاعها ما يسودش منك. والحصاير دي بنجيبها من الاسواق للناس اللي هتسأل، بنجيبها من اي سوق قريب منك تبع الزبده والجبنه والمش والجبنه الفلاحي والحاجات دي. وكنا عاملين فيديوهات للزبدة المزارع لو عايزينها اطلبوها وانا من عيني لكم حاضر. وهنقطع بقى الجبنة بتاعتنا بسكينة يكون سلاحها رفيع وتكون سخنة علشان تخلي لي الجبنة بتاعتي مسوية وحلوة زي السكر زي بتوع ام يوسف كده المتابعين بتوعها الحلوين اللي زي العسل. وتعالوا هنا بقى جبنا الطبق بتاعنا او صينية يكون ليها حرف علشان الجبنة بتاعتي هتجيب شرش فيها، ما تكونش صينية ملهاش حرف علشان ما تبهدليش التلاجة. وفي الوقت ده برش رشة ملح ورص الجبنة عليها زي ما انتوا شايفين، وبرش عليها رشة ملح من فوق برضو، واحطها في التلاجة حوالي يومين في الطبق. وبعد كده علشان الجبنة بتاعتي ما تصفرش وتنشف في التلاجة ويبقى مش حلوة، الشرش اللي انا غليته لما فضناه من الصينية وحطينا فيه ملح وحطيناه في التلاجة نحط الجبنة دي فيه.
تمام كده. لو كمية كبيرة وعايزة اخزنها في الفريزر، بعد ما بتقعد يومين في الطبق باخد كل قطعة في كيس واحطها في شنطة في الفريزر، ولما عاوزها اطلعها قبلها بنص ساعة الاقيها فكت زي ما هي كده بالظبط. تمام. عايزة الفها واحطها في الشرش، بلف كل قطعة بجبن بملح وشطة واحطها في المش الفلاحي. واي سؤال عندك اكتبيه وانا تحت امركم كلكم. طبعا نسينا نصفر الميزان على الطبق قبل ما نحط فيه الجبنة، هنعمل حسابنا برضو في الحساب زي ما عملنا حسابنا في الزبدة، عشان الناس اللي هي بتحب تشوف الحاجة جت معانا ولا لا. وبسم الله اللهم بارك، جبنة يعني بسم الله اللهم بارك اللهم بارك. هرش عليها من على الوش رشة ملح علشان يكون حيائها جميل وحلوة. وده طبعا لحبايب قلبنا اللي هم الكبار في المقام، لو حبوها دلعة ما ترشيش خالص عليها ملح خالص وبتبقى جميلة. هنصفر الميزان وهنحط الطبق، يعني قولي 2 كيلو، سيبك من اللي فوق ال2 كيلو خالص، اعتبريهم تمن الطبق، يعني ميزان الطبق. دول 2 كيلو جبنة، الكيلو ب70 جنيه، 70 و70 140 جنيه. وعندنا هنا قولي كيلو كمان، يبقى 3 في 7 ب21، يعني 210 جنيه. وعندنا هناك 250، يبقى اللهم بارك اللهم بارك، يبقى 460 جنيه. واحنا جايبين الحليب ب 375 جنيه، يبقى تبارك الرحمن دخلنا في 75 جنيه مكسب، وغير ما انت عملتي الحاجة نظيفة في بيتك وحلوة. دول بقى شوية الجبنة اللي هم عملناهم من المش اللي هو الحامض بتاع الزبدة. وتبارك الرحمن حاجة تاكليها بقى كده بالعيش الناشف والعيش الملدن والخبز الملدن، بتبقى حاجة تحفة. هنودي بقى الحاجة بتاعتنا التلاجة، وزي ما قلت لكم مشي زي ما شفتي بالظبط في الفيديو، وهتعملي نتيجة حلوة. وياريت تدعموا الفيديو بلايك حلو منكم ودعوة حلوة منكم لينا بصلاح الحال. واي سؤال عندك اكتبيه في التعليقات، وعلى قد ما بقدر برد عليكم. وعندنا الصفحة على الفيس بسم الله اللهم بارك، نتيجتها ممتازة وحلوة. تعالوا برضو هناك، هتشرفوني طبعا بالاشتراك، ولو انتم من اللي على الفيس هتشرفوني على اليوتيوب. واشوفكم حبايب قلبي يا نور عيني، ربنا يديمكم في حياتي نعمة، ما يحرمنيش منكم ابدا. انتوا سبب سعادتي في الدنيا، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، وانت عيلتي التانية. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي في حفظ الرحمن، وبألف صحة وسعادة وسلامة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وما تزعلوش مني لو بتكلم كتير، انا عايزة اوصل لكم المعلومة كلها علشان تطلعي بحاجة مستفادة. ما تدخليش الفيديو حوالي 20 دقيقة وتطلعي منه مش مستفادة، لا انا عايزاكي تبقى مستفادة بكل حاجة. يلا حبايبي مع السلامة.